كان قصادنا كده مكان مهجور بقاله فترة. فين في بورسعيد؟ احنا عندنا في منطقة اللي هي الأسواق كده، اللي هي فيها سوق اه السمك اه وفيها الأوتليت وفيها البازار. منطقة العرب، اسمها اه, العرب. العرب. العرب صح اه كده؟ انا هي تمام. هي ما بين شارعين، حي العرب وحي الشرق. حي العرب. بس هي حي العرب. مم. خطط بالنسبة لي فكرة ان انا افتح اكل وشرب. حلو. في مكان قالوا ده كان هياخدوه اولاد رجب، وما حصل لهم الظرف بتاعهم ما اخدوش. كان مكان حوالي انت 1000 تفتح 1200. سوبر ماركت او هفتح هايبر ماركت؟ هفتح بقى نظام السوبر ماركت. اه وبعدين دخلت في الموضوع، جبت ناس متخصصة تملي. وانا تملي بعمل ايه في البيزنس؟ انا راجل انا قلت لك في الاول وفي الاخر ان انا درسته ما اشتغلتش بيه. اه انا تملي في اي حاجة بجيب اهل الفن. صح. تعالى تيجي تتعمل ازاي، بيفيدوك اكتر بكتير يعني. الحمد لله فتحت المشروع في 2023. انا ما كنتش عارف اللي هو بالهيدك ده مم. يعني. انا متعود ابيع ايتم 2 ايتم 3 ايتم. انك تبيع 30 40 الف ايتم ده يعني دي طبعا. حاجه رهيبه وسلع اساسية وسكر وزيت وحاجات كده صح؟ كل حاجه بقى عندنا. الحمد لله فتحت. انا حاليا عندي في المدينه، يعني انا اكبر هايبر ماركت موجود حاليا في المدينه. قد ايه؟ حاليا انا متجاوز حاليا ال 3000 متر. ما شاء الله. ان شاء الله. ده رئيس الوزراء جه افتتح. دولة رئيس الوزراء جه افتتحه في 14 اكتوبر 2023. حاجة غريبة ان رئيس الوزراء يفتتح هايبر ماركت، ما حصلتش قبل كده. هو الموضوع ما كانش كده برضه. الموضوع جه اللي المنطقة ديت كانت قديما وقر يعني صعب جدا. طبعا الحمد لله ده يعني الداخلية بالمحافظة بالكلام ده كده نظفوا المكان كله. فلازم يتعمل عليها حاجة عشان ما ترجعش تاني للناس تعمل فيها الناس مشاكل. كده فعملوها. ولكن كالعادة الحكومة عملت الحاجة واتثبت، لازم حد يبقى قاعد فلازم حد عليها. يجي ويعملها. طبعا هم برضو كانوا متخيلين اللي انت هتاخد تحطه كام رف وتعملهم بالطريقة ديت. فانا زي ما قلت لك، زي ما انا اخدت فكره شفتها في سنغافوره فطبقتها فين في الامارات وقطر، قمت انا عملت العكس برضه. شفت هم فاتحين ايه بره وفتحت هايبر ماركت. ان شاء الله لما تزوروا تشوف حاجه حلوه جدا. انا الاسبوع الجاي عندي توسعه للمكان عندي من 3000 متر، هزيد 50% من المساحه، فيبقى 4500 متر. ناوي تفتح منه فروع تانية ان شاء الله. في بورسعيد ولا في محافظات تانية؟ لا انا حاليا هفتح منه نظام الاكسبريس، وهفتح منه نظام الميني ماركت في جميع المحافظات. بس مش هتفتح هايبر كبير زيه كده؟ لا هفتح هايبر تاني كبير برضه، بس هيبقى الفروع الاكتر اغلبيتها الحاجات الصغيرة الميني الاكسبريس. ماركت والاكسبريس. لان احنا حاليا الحمد لله قلت لك انا فتحت ده في 2023. بدات اشوف ايه السلع الاستراتيجيه اللي عليها اقبال كبير من الناس. حصل اللي احنا فتحنا من هنا، وحصل موضوع بقى الدولار والعملة والاسعار. احنا كنت احيانا السعر ممكن يتغير في اليوم الواحد مرتين. لو تفتكر اه 2024 و23 والدولار والحاجات وصل زادت لكده وازازة الزيت وصل 100 جنيه. 100 جنيه. فكان المحافظ اياميها متعاون جدا، يعني المحافظ متعاون جدا. وكنا شايفين مشكلة السلع الاستراتيجية، وكانت الدولة يعني الدولة الى الان على فكرة احنا السلع الاستراتيجية عندنا رخيصة. مم. يعني اكلمك احنا الجاب اللي موجود ان الرواتب عندنا ضعيفة، اه مش اللي السلع غالي. غالية. لا احنا لغاية دلوقتي السلع مقارنة عندنا بالدول بره رخيصة. رخيصة. كويس. مم. بتكلم على السلع الأساسية والاستراتيجية، مم. ما بتكلمش على السلع الترفيهية. حرفيا. الترفيهية. لكن الرواتب هي اللي قليلة، هي فعشان كده في القليلة، مشكلة ففي المشكلة دي. كويس. آه، قدرنا بقى بشراكة مع المحافظة وبشراكة مع الكلام ده. كان المحافظة عندنا، احنا عندنا برضو في ميزة في بورسعيد مش موجودة في أي مدينة. احنا المحافظة الوحيدة في مصر اللي عندنا جهاز تنفيذي. مم. فالجهاز دوت عنده محفظة قوية جدا.
يقدر يساعد في توفير السلع. في اي مشروعات ما شاء على الله، طول. فكرة حلوة. عنده ميزانيه كده قويه جدا. احنا عندنا بيبقى المحافظ وبيبقى هو رئيس الجهاز دوت. مم. ابتدينا نعمل مع بعض زيت ورز وسكر، وعملنا اهلا رمضان مره بسلع واتنين. كلها بأسعار كلها متزنة. طبعا انا ممكن اقول لك ان الهايبر دوت احنا لغايه دلوقتي ظلنا حوالي 9 وزراء في المكان. جيت بعدها بقى اجت في دماغي فكره المصنع، ان انا انت اشوف. فتحت مصنع كمان؟ احنا الحمد لله فتحنا في بورسعيد، كان في مصانع، اخدنا 8 مصانع وفتحناهم كلهم. ده برضو يعني رئيس الوزراء ظني يوم 21/4/2024. تمام. كنت لسه مستلم المكان يوم 19/4، يعني ايه 48 ده، ساعة. 48 ساعة بس؟ والله انا قالوا لي تعالى استلم وبعدين كان رئيس، عشان حلفت يا 19 او 18/4 تقريبا، يعني الفرق بس بس فرق. يومين او 3 ايام، ما فرقتش كتير، بس ده قليل بس يعني. يعني قليل جدا. فطبعا قالوا لي يعني طبعا هيجي رئيس الوزراء افرجك عليه في 3 ايام على الرسومات اللي انا هعملها. هنفذها. فسالني يعني هتفتحوا في قد ايه؟ قلت له ان شاء الله قبل نهايه السنه.